السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده معانا تورتايه حلوه جدا، مقاس 20، معموله بثلاث بيضات وربع كيلو من الدقيق الاسبونج. وكمان هقولك في الفيديو لو انت حابه تنفذيها بالدقيق العادي. تورتايه احنا عاملينها بكريمه زبده اللوتس او بديل زبده اللوتس. وان شاء الله هقولك كل التفاصيل لو انت مبتدئه ازاي تنجح معاكي ومن اول مره. خليكي بس معايا في الفيديو للاخر وهقولك كل التفاصيل. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير. معانا هنا انا الكيكايه خبزتها قبلها بيوم طبعا. هقولك انا عملتها ازاي. انا هنا عملتها بدقيق سبونج جاهز وثلاث بيضات. حطيت ثلاث بيضات في العجان وعليهم ربع كيلو من الدقيق السبونج ومعلقه صغيره من المحسن الجل، معلقه صغيره من الفانيليا، وربع كوبايه من الميه. انا عايزه البيض بتاعي والميه الساقعه بتاعتي يكونوا ساقعين علشان الخليط بتاعي يعني يتجانس بسرعه ويجمد معايا على طول اثناء ما انا مشغله العجان. طبعا لو انت مش عندك عجان هتشتغلي بالمضرب الكهربائي. عندنا هنا الكيكايه طبعا احنا هنزوقها او هنحط عليها صوص اللي هو بديل اللوتس، فاحنا عايزينها تبقى فانيليا بس. لو انت حابه بقى تعملي نص فانيليا ونص شوكولاته مثلا، هتحطي نص المقدار اللي هو بالفانيليا. بعد ما تخلصي ضرب طبعا تحطيه في الصينيه بتاعتك او الحله اللي هي مقاس 20، والنص التاني هتحطي عليه معلقه كبيره من الكاكاو الخام الاسباني، وتقلبي كويس وبعدين تحطي النصين جنب بعض وتدخليهم الفرن على درجه حراره 180. انا هنا عملتها كلها فانيليا، حبيت ان انا اعملها كلها فانيليا يعني، وان شاء الله مره تانية اعملها لكم نص ونص. تمام كده. بعد ما خرجت هتقعد معايا 45 دقيقه بالظبط، وهتخرج معانا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هنسيبها تبرد خالص خالص وبعد كده هنغطيها ونسيبها لتاني يوم نبتدي نشتغل فيها. عايزه اقولك بقى لو انت حابه تنفذيها بالدقيق العادي هتعملي ايه هي المقادير. المقادير هتبقى برضو 3 بيضات، بس حاولي تكون الحجم يكون كبير شويه. وطبعا لو البيض صغير هتحطي 4 بيضات، وعندك كوبايه ونص من الدقيق العادي، وربع كوبايه من الميه المتلجه، ومعلقه صغيره من المحسن الجل، ونص كوبايه من السكر، ومعلقه صغيره من الفانيليا. تمام كده. وهتحطي كل المكونات طبعا في العجان او بالمضرب الكهربائي وتدخليهم في الصينيه بتاعتك مقاس 20 على درجه حراره 180 لحد ما تستوي معاكي. بتاخد بالظبط 45 دقيقه. وبرده بعد ما تخرج تسيبيها تبرد وتغطيها وتبتدي تشتغلي فيها تاني يوم. تمام كده. انا قطعت الكيكه بتاعتي طلعت معايا بالظبط 3 طبقات زي ما احنا شفنا كده. حطينا طبقه طبقه وبدانا بقى نسقيها. انا عندي هنا ده شربات خفيف وحطيت له معلقه من بديل اللوتس علشان تخلي الميه برده بتاعت الشربات فيها طعم كريمه اللوتس، يعني تبقى كله التورتيه كلها حتى الشربات بتاعها برده فيه طعم اللوتس. تمام كده. وكنت ضاربه الكريم شانتيه بتاعي عباره عن نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، عليه ربع كوبايه من السكر، وكوبايه من الميه المتلجه. بنضربهم طبعا بالمضرب الكهربائي او بالعجان المتاح عندك طبعا. وبعد كده بنحشي بيه طبقات الكيك بتاعنا. انا هنا كنت حاطه مخففه زبده اللوتس. طبعا انت كميه بتحطي لكل معلقه من بديل اللوتس او بديل زبدة اللوتس عليه معلقة من الزيت، بتخففيها كده لحد ما توصل معاكي للقوام اللي انت شايفاه ده، وتبتدي تحطيه على طبقات الكريم شانتيه وانت بتحشي الكيك. لو حابة يعني لو حابة تحطي اي حشوة تانية بقى براحتك، بس انا قلت عشان هي من الاول للاخر تبقى زبدة لوتس فخلاص هحط برضو في الحشوة اللي هو بديل اللوتس. تمام كده. خلاص كده انا حطيت كل الطبقات وجلستها وحطيت عليها الكريم شانتيه وحطيت الصوص بتاعي وبدأت اجلسها زي ما انتم شايفين كده كلها. طبعا الكريم شانتيه لما بيبقى مضروب في العجان، عايزه اقول لكم ان انا ما كانش عندي طبعا عجان، لسه جايباه قبل رمضان، يعني قريب خالص ما كملش بالظبط، يعني هو قبل رمضان مباشره. عايزه اقول لكم ان طبعا بتفرق جدا الكريم شانتيه لما بيتضرب في العجان غير لما بيتضرب في المضرب الكهربائي، بيبقى حاجه تانية خالص. بيدينا طبعا قوام هش جدا وقوام خفيف وناعم، وبيتجلس معاكي بسرعه على التورتايه. اما لما بيكون مضروب بالمضرب الكهربائي بيبقى سميك وبتحتاجي تخففيه وما بيطلعش نفس القوام ده بيبقى قوامه احلى واسهل لما تيجي تجلسي بيه التورتايه. تمام كده. انا خلصت بقى التورتيه بتاعتي خلاص جلستها، وبدات بقى اجيب الصوص بتاعي اللي انا خففته زي ما قلت لكم. لكل معلقه من بديل اللوتس اهي العلبه اهي قدامكم لو انتوا شايفينها، بتحطي قصادها معلقه من الزيت. وطبعا يفضل نوع زيت يكون حلو جدا وملهوش ريحه زي كريستال او هلا
او اي حاجه من الحاجات الكويسه دي، علشان ما تديش طعم وريحه مش كويسه للصوص بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، انتوا عارفين ان النوع ده من الصوصات بتبقى غاليه، فاحنا مش عايزين نبوظه طبعا بمعلقتين الزيت يعني. تمام كده. وبعد بقى ما خففته حطيته في كيس الحلواني، وبدات انزل بدربات كده على التورتايه من فوق. وبعد كده جبت الكريم شانتيه بتاعي حطيته في كيس الحلواني، وحطيت له القمع دوت. القمع ده حلو جدا، بيطلع شكل جميل جدا. عندي منه اتنين، واحد كبير واحد صغير. ده الصغير وده يعني الكبير عملت بيه البيتي فور. يعني وحدة البيتي فور طلعت كبيرة، لكن الصغيرة اللي هو القمع الصغير ده طلعها صغيرة وشكلها ايه احلى. عايزه اقول لك يعني القمع ده احسن، يعني مقاسه كويس جدا ومناسب. وزي ما انت شايفه كده مطلع معايا الروزيتات حلوه قوي. تمام كده. طبعا انا ما كانش عندي بسكوت اللوتس، كنت حابه يعني يكون عندي علشان خاطر ازوقها كده من فوق وافرم شويه واحطهم فوق التورتايه كده. للاسف ما كانش عندي، فروحت ايه افتكست انا بقى ايه الحركه ديت، ان انا ايه اعمل كده زي ورده في النص، واحط على كل واحده نقطتين كده من ايه الزبده زي ما انتم شايفين او الصوص يعني. ورحت حاطه برده شويه كده بالكيس الحلواني فوق الريزوتات كلها، بحيث تديها شكل كده وتبقى ايه يعني اللون كده عامل ميكس مع بعض زي ما انتم شايفين. يا رب تكون الطريقه عجبتكم، وتكون الطريقه سهله، والشرح اللي انا قلته يكون فهمتوه. واتمنى دايما يا رب قناتي تعجبكم، واشوفكم على خير فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.